تحية مسائية مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. نسبة رطوبة عالية خلال هذه الليلة ان شاء الله مع ضباب سيتكون عن الهضاب والمرتفعات الداخلية الشرقية. فخلال صبيحة الغد سيتلاشى فسيح لأجواء مواشاة تقريبا على كل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب. دائما تواصل لبعض الأمطار المتفرقة خلال يوم الغد ستخص أقصى الجنوب، كذلك منطقتي الهوغار والتاسيلي وحتى على مناطق الجنوب الشرقي. للإشارة فقط خلال يوم الغد هبوب رياح قوية تقريبا على كل المناطق الصحراوية من مناطق الجنوب الغربي نحو الصحراء الوسطى أقصى الجنوب، كذلك مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية شمال الصحراء ستعمل على تطاير لرمال. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر 7 درجات على كل من سطيف قسنطينة قرمة ميلا خمشلة سوق قهراس. مقاييس ما بين 10 درجات لغاية 11 درجة على السواحل. ننتظر 17 درجة لكل من بسكرة المغير توغورت حتى على ولاية غرداية. 15 درجة على بشار. ننتظر 18 درجة على تندوف وبني عباس. تصل لغاية 29 درجة كعلى مقياس على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض الارتفاع مقارنة باليوم تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات. ننتظر 27 درجة كعلى مقياس على كل من غليزان شلف عين دفلة كذلك ولاية باتنا. 25 درجة على تلمسان البيض نعامة سعيدة حتى على قسنطينة قلمة ميلا خنشلة سوق قهراس. مقاييس ما بين 22 درجة إلى غاية 24 درجة على الواجهة الساحلية. ننتظر 30 درجة على ولاية غرداء، 31 درجة على بشار، 30 درجة على كل من تندوف وبني عباس، 34 درجة على أدرار، تيميمون، عرقشاش، كذلك إنصالة حتى على تمرست. طقس حار على أقصى الجنوب، درجات الحرارة سترتفع إلى غاية 46 درجة تحت الظل على أقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر هادئ على السواحل الغربية من هادئ إلى قليل اضطراب على السواحل الوسطى، بينما قليل اضطراب على السواحل الشرقية. رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:51 دقيقة، أما الغروب على 7:38 دقيقة مساء. وللتواصل معنا نحو الطقس دائما مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة. نهاية أسبوع مريحة للجميع، في أمان الله.